السلام عليكم متتبعيني الأعزاء، نتمنى ديما تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال إن شاء الله يا ربي. كيف ديما تنقولوا القصة راه ضروري ما ناخذوا منها عبرة، ضروري ما نستافدوا منها، ضروري ما ناخذوا منها شي نقطة اللي حنا تفيدنا في حياتنا اليومية. كيف ديما تنقول ما تنساوناش في الدعم ديالكم، في التعاليق ديالكم وتفعيل الجرس والبارطاج ولي كومونتير ديالكم يكونوا زوينين، وتشاركوا معنا الاراء ديالكم في اي قصه نزلناها، وقولي لنا الراي ديالكم فيها، واعطيونا الا كانت محتاجه الحلول تعاونوا معنا بالحلول ديالكم، كانت محتاجه انكم تعطوا فيها الراي ديالكم ما تبخلوش علينا بالراي ديالكم فضلا وليس امر. قبل ما نبدا القصه ديال اليوم، نتمنى كيف ديما تنقول انها تنال الاعجاب ديالكم وتمتعوا بها، وفي نفس الوقت تستافدوا منها، وفي نفس الوقت نتمنى ان اي واحد ما يطيحش في هاد المشاكل اللي كيكونوا مساكن هادو الضحيه ديالهم. كتقول مولات القصه: انا بنت الباديه، فعمري حاليا 18 عام، ونقول لكم هادشي اللي وقع لي اللي غادي نعاود لكم دابا. فاش كانت عندي 12 عام وكان كل شيء مزيان، كنت كنقرا مزيان غاديه بخير. واحد النهار تا قالت لي يا ماما راه بنت خالتي غادي تجي من الخارج، غادي تسكن هي وراجلها في حدا المدرسه اللي انا كنقرا فيها. ديك البلاصه اللي كنقرا فيها راه تما فين غادي تشري بنت خالتي الدار وغادي تسكن فيها. وهي هذيك جات بنت خالتي من فرنسا، هي وراجلها، حيتاش 3 سنين هادي ما دخلوا المغرب. ملي جاو شراو الدار في نفس داك الحي اللي انا كنت كنسكن فيه، اللي فيه نيت المدرسه ديالي، قريب للمدرسه اللي انا كنقرا فيها، يعني قريب ليا بزاف. قالت لي يا ماما دابا راه بنت خالتك كاينه تما، باش تبقاي دوزي عندها، وفي نفس الوقت غادي تسهل عليك وتنقص عليك حتى الترونسبور، وتنقص عليك الكرا وشحال من حاجه. وهذيك الوقت اللي بنت خالتي شرات فيها هذيك الدار، تبارك الله العائله كامله تكبات عليها. وكتعرفونا حنايا ديال الناس ديال العروبيه، عزيز علينا اننا نتجمعوا، عزيز علينا اننا نمشيو نباركوا، عزيز علينا نفرحوا لبعضياتنا. ملي كتكون شي حاجه عند شي واحد كنفرحوا ليه كاملين. المهم الدار ديال بنت خالتي ما كتخواش، دائما عامره، دائما المجمع، غير كيخرج المجمع كيدخل المجمع اخر. عيطات لي بنت خالتي قالت لي شوفي اجي جلسي معايا، راه الدار كتعمر عندي، وفي نفس الوقت بلا ما تبقاي تشدي طونسبور باش ترجعي للدار وعاوتاني تشدي وتجي للمدرسه. صافي دابا خرجي من المدرسه على رجليك واجي عندي، حيت بيناتنا غير واحد الدرب، يعني غير انا في هذا الدرب فيه المدرسه، والدرب الاخر فين شرات بنت خالتي. وفي نفس الوقت انا كنعرف داك السيكتور، كنعرفو، عارفه الحوانت فين كاينين، عارفه الخضاره فين كاينين، عارفه كل شيء تما فين كاين. بنت خالتي يلا سكنت تما، يعني باقي ما كتعرف حتى شي حاجه. صافي قلتها لماما، قالت لي سيري عندها، سيري ونسيها، اصلا هي 3 سنين ما جات المغرب، وفي نفس الوقت ما كتعرفش تما مزيان، وانتيا كيخصك واحد 20 دقيقه باش تشدي ترونسبور باش تمشي للمدرسه، اللهم ديك 2 دقائق وتمشي عندها ترتاحي، على انك تشدي ديك على انك تضربي ديك 20 دقيقة على رجليك باش تمشي للمدرسة. بعدا هاد القضية غتسهل عليك، بين ما وصلت لها تاني الوقت باش ترجع تاني في حالها للخارج، وديك الساعة ترجعي تاني لحياتك طبيعية، ترجعي تاني الترونسبور. صافي داكشي نيت اللي درت، وليت انا كنخرج من المدرسة صافي كنجي على رجلي 10 دقائق كنولي عند بنت خالتي في الدار. صافي ملي وصل شهر واحد عطاونا واحد السيمانة من المدرسة، قالوا لنا تجلسوها. قالت لي يا بنت خالتي بلا ما تمشي لداركم هذيك السيمانة، غير جلسي دوزيها معايا هنايا، هي هذيك. ما قلت والو، مشيت نهار الاول داز مزيان، نهار الثاني حتى كان لاحظ الشوفات ديال راجلها بشكال. قلت مع راساتي غير جاب لي الله، ما نظنش راجل بنت خالتي انه يشوف فيا ديك الشوفات بحال هكاك. وصلت ديك 3 ديال العشيه،
قالت لي بنت خالتي عيينا في الدار وعيينا من الشقه ديال الدار، يلا هو نخرجوا لبرا باش نتغداو. ايوا صافي داكشي اللي درنا، ركبنا في الطوموبيل ديال راجل هانيت، هو اللي صايق بينا. مشينا خارجين حنا شادين في الطريق، كنهز عينيا في المرايه كنلقى راه السيد مقابل معايا كيشوف فيا. كنهبط عاوتاني عينيا، انا من داك النوع اللي حشومي ما كنقدرش نهز راسي في الواحد وفي نفس الوقت ما فياش الهضره بزاف، ما كنهضرش بزاف، غير كنهز راسي بحال هكا كنلقاه كيشوف فيا كنحني عاوتاني عينيا. كنقول مع راساتي لا لا غير واقيلا حيت المرايه جات مقابله، هادشي علاش حشمت. دارها مرة جوج ثلاثة، الثالثة هو يغمزني وانا حسيت بالعرقة. قلت اش هادشي، مرتو حداه علاش دار ليا هاد الحالة؟ صافي رجعت. ملي تغدينا تما وصلنا حطوا لينا باش نتغداو، انا ما قدرتش نتغدى، تسدات ليا الشهية، حشمت في بلاصتو. المهم خرجنا رجعنا للدار في العشية، انا فاش وقع ليا هكاك ما نقدرش مازال حتى نبات عندهم، ما عرفتش شنو غادي ندير، واش نقولها لبنت خالتي، واش نمشي لدارنا، كي غادي ندير ما عرفتش شنو غادي ندير. المهم قلت ماشي مشكل، شوفي صبري. هبطت لواحد البيت، عطاتني بنت خالتي نعس فيها، بقيت كنبكي فيها نبكي فيها نبكي فيها حتى بردتها على قلبي ورجعت. عيطات ليا قالت لي طلعي، طلعت عاوتاني حطينا نتعشاو. ملي حطوا لنا نتعشاو قلت لهم لا انا راه ما قديتش ناكل. هما ياكلوا، انا نضت جمعت دوك الماعن غسلتهم، هما يهبطوا. تا حسيت بان ما كاينش الحس في الدار، ما كاين حتى شي واحد، وانا نطلع. طلعت هزيت خبيز، هزيت شي حاجه ما ناكل ورجعت. المهم غير بالتخبيه لان جاني الجوع في الوقت اللي كنت معاهم، ما قدرش ناكل وما قدرش نشوف فيه. كنحس بيه تنقول هاد الشماته دابا اللي مرتو دايره ليه الشان ومكبره به وكل شيء، شوف كي تيتصرف معايا. المهم هو لاباس عليه، ما عادش نقول لكم بفلوس عنده الفلوس، ولكن واش كاع الناس اللي عندهم الفلوس غيديروا بحال هكاك؟ واش كاع الناس اللي عندهم الفلوس ما كيعبروش وحدين اخرين كيصحابهم غيشريو كلشي بالفلوس ديالهم؟ المهم انا نكمل لكم القصه. انا ما بقيتش كنتفرق مع بنت خالتي، الا هبطت بنت خالتي كنهبط، الا طلعت كنطلع. عندها الدار فيها 3 ديال البرطمات، يعني 3 ديال الطبقات، ولتحت فيه 2 كراجات. انا ما بقيتش كنتفرق مع السطح، الا خرجت لي كنخرج معاها للسطح. ايوا صافي ما علينا، راجلها خرج، بقينا غير انا وياها في الدار. قالت لي شوفي فلانه سيري هبطي البيت لتحت فين كنعس، جيبي لي التليفون ديالي راني نسيتو تمايا. انا هابطه مع دوك الدروج، كان جري في هادوك الدروج فراشه هابطه. حليت الباب ديال البيت لان اصلا انا في دماغي هذاك السيد ما كاينش خارج، يعني راجل بنت خالتي ما كاينش في الدار خارج. الحله اللي غادي نحل البيت حتى كنلقاه، كنحس بقلبي خرج من بلاصتو، تهز قلبي من بلاصتو وهبط. وطلعت معايا واحد العرقه، حسيت بحال الا السكر طاح ليا. صافي طلعت ليا واحد الصهده تا وليت كنعرق نعرق نعرق. هو يقول لي مالكي؟ قلت لي ما عرفتش مالي، حسيت بحال الا بحال ضربني البرد، بحال طلعت ليا السخانه، بحال ما عرفتش كاع شنو وقع ليا بديك الخلعه ملي لقيتو في هذيك البيت بحال هكاك. قال لي شنو بغيتي علاش هبطتي؟ قلت لي بغيت غير التليفون ديال بنت خالتي. هو مد ليا هذاك التليفون، مديت يدي باش نشد التليفون، هو شد ليا يدي. كنحس بواحد تزنيقه طلعت معايا، حسيت بوجهي احمر وغادي يتفرقع. هو يقول لي مالكي على هاد الحاله كامله؟ قلت لي راه فيا سخانه. ايوا صافي طلعت ديت لبنت خالتي التليفون ديالها، قالت لي اناري مالكي اش طرا ليك؟ قلت لها ما عرفش، كنحس براسي بحال طلعت لي السخانه، ما عرفش شنو وقع ليا. ما قدرش نقول لها راه راجلك شنو دار ليا شنو دار ليا. المهم طلعت ديت ليها التليفون ديالها، بقيت على هذيك الحاله. كيف قلت لكم ما بقيتش كنخرج الا خرجت مع بنت خالتي، ما غنخرجش للسطح، ما غنهبطش لتحت، ما حتى شي حاجه، حتى كنتاكد منه انه ما كاينش، حتى كنسمع الباب تزورت كنسمع ليه
الباب ديال الكراج تسد، عاد كنتاكد انه هو ما كاينش. بنت خالتي كتقول لي سيري تسخري ليا، سيري جيبي لي الخضره، سيري جيبي لي عند مول الحانوت، سيري لهنا سيري لهيه، لان هي ما كتعرفش ديك البلاصه. المهم مشيت نتسخر لبنت خالتي، وانا متاكده منه انه ما كاينش في الدار، كاينه غير بنت خالتي هي اللي كاينه في الدار، وعندهم لونترفون ما خدامش، خاصني الا دقيت ولا صونيت خصها هي تهبط من الفوق باش تحل ليا الباب. انا غير جيت جبت ديك الصخره اللي جيت دقيت الدقه اللي غادي ندق، يعني ما كامله حتى ثانيه، ماشي حتى دقيقه، حتى كيتحل ليا الباب، حتى كيحل عليا هويا الباب. الحل اللي غيحله ليا هو الباب. انا تصدمت، ما عرفتش راسي باش تبليت، بقيت مخرجه عينيا ومكوانسيه. هو يشدني لصقني مع الحيط، اللصقه اللي غادي يلصقني مع الحيط صافي كنحس براسي قلبي غادي يخرج من بلاصتو. طحت الارض، طحت هبطت الارض، خرجت من تحت رجليه، طلعت كنجري في الدروج، طلعت كنجري في الدروج. قالت لي يا بنت خالتي مالكي؟ قلت لها سخفت. قالت لي علاه ديتي السوارت؟ انا راه عاد كنت هابطه باش نحليك. قلت لها لا، راه حل ليا فلان. قلت لها في خاطري راه حل ليا الشماته ديالك، هو اللي حل ليا الباب. قالت لي هو صافي واحد شويه ها هو طالع. قالت لي علاه انت كنتي لتحت؟ قال لي يلاه دخلت، تابعني فلانه. ملي دخلت انا تابعها، انا اللي حليت الباب باش يبين راسو انه باري، انه ما كانش لتحت كيتسنى فيا. هو يدوز قال لي هادشي اللي جبتي؟ قلت لي قال لي فين هو هاد مول الحانوت اللي مشيتي عنده؟ بديت كنعت ليه، قلت له هاد البلاصه وهاد البلاصه وهاد البلاصه. هو يقول لي، هو يجي حتى لحدا ودني، هو يقول لي مع الوحده هبطي لتحت، عندي لك شي هضره ما نقول لك وغادي تعجبك. انا ملي سمعت بحال هكاك طاحت ليا الطبسيل، طاحت لي الطبسيل من يدي. قالت لي بنت خالتي مالكي ياك لاباس؟ قلت لها ما عرفت، يمكن غير زلقات ليا حيت درت جافيل مع الصابون، يمكن زلقات ليا داكشي علاش. هبطت لتحت، بقيت كنبكي كنبكي تقريبا شي ساعه وانا تنبكي. مسحت دموعي وطلعت للفوق، طلعت عاوتاني. قالت لي يا بنت خالتي اجي تفطري معانا؟ قلت لها لا، ما قدرتش نفطر. ما قدرش مازال نجلس في الطبلة معاه ولا حتى نشوف فيه، لان كنشوف النفاق ديالو، كنشوف كي تيعامل مرتو، كنشوف مرتو كي تتعاملو، كي تتحترمو، كي مكبره ليه الشان. والعائله كلهم، العائله ديالنا كلهم، ما كاين غير السي فلان السي فلان. ما كاين شي واحد اللي كيخسر ليه خاطرو، ولا شي واحد اللي شك فيه انه داير بحال هكا ولا شي حاجه. المهم هو واحد الانسان اللي كل شي داير ليه الشان وكل شي مكبر به، حيت اصلا هو عنده الفلوس. هاد الشي علاش كل شي داير ليه بحال هكاك. انا رجعت للبيت اللي نعست فيها، بقيت كنجمع الحوايج، درت راسي كنجمع الحوايج، كنجمع ديك البيت وكنجمع المانطات وداك الشي، حتى سمعت شي حد هبط مع الدروج. بقيت كنتسلت حتى طليت بينه هو اللي خرج. صافي تاكدت منه انه ما كاينش، تاكدت بانه خرج. طلعت عند بنت خالتي الفوق، لقيتها كتجمع المواعن ديال الكوزينه، عاونتها فيهم. كليت شي تخربيقه تمايا، عاونتها في الشغالات كاملين، سيقنا الدار، قدينا كل شيء مزيان. حيت العشيه غادي يجيو تاني عندنا واحد الفوج عاوتاني ديال العائله. المهم هذيك السيمانه انا ما دوزتها غير بواحد بالريق الناشف باش دوزت هذيك السيمانه. ايوا صافي، مره تاني صيفطتني عاوتاني بنت خالتي نفس الطريقه، مشيت نتسخر، جبت الصخره، وانا جايه عاوتاني على اساس انه هو ما كاينش في الدار. حتى كنذوق كنتفاجئ به كيحل الباب، غير تيحل ليا تاني الباب كنحس بقلبي تزدف من بلاصتو. بالخلعه راني كنخاف من الخلعه. ونفس الطريقه دار ليا عاوتاني، نفس الطريقه دارها ليا، يعني شدني عاوتاني لحني على الحيط. ولكن هاد المره درت معاه داكشي اللي كنشوف في الافلام، هو اللي درت معاه، هزيت رجلي وضربت. وانتم عارفين داكشي اللي كنتعلمو من الافلام، وداكشي اللي درت. وطلعت كنجري في الدروج، هو باش ما يعيقش ما طلعش من ورايا، بقى جالس لتحت. طلعت انايا، قالت لي يا بنت خالتي فين هي الصخره؟ قلت لها هي.
قالت لي واش فلان هو اللي حل لك؟ قلت لها راه كاين في الكراج، هو اللي حل لي الباب. صافي. دازت هذاك النهار، جاو الناس تغداو معانا، دوزوا معانا الوقت. كل شيء داز هو هذاك بخير وعلى خير. انا بقيت كنفكر دابا هادشي اللي كيدير معايا ماشي هو هذاك. وحتى الا جاب الله انا قلت هاد الهضره، حتى واحد ما غادي يضيقني وحتى واحد ما غادي يسمعني، لان اصلا كيف قلت راه كل شيء كيحترمه وكل شيء كيسمع هضرته. اصلا هو يا هضرته مسمعه في العائله. ماشي مشكل. قلت مع راساتي اش غادي ندير؟ غادي ندير سجل ديال التليفون، نسجل الصوت ديالو الا قال لي شي كلمه ولا شي حاجه باش نبقى ديما نهددو بها. ايوا صافي. واحد النهار تاني خرجت نتسخر، حتى كنلقى شي حد تابعني، شي حد كيعيط عليا. الدوره اللي غادي ندور غادي نلقاه هو. وانا نهز تليفوني درت فيه داك السجل، بقيت هزه في يدي، هو كيسجل وانا كنهضر معاه. فين غاديه؟ مشيت نتسخر. شنو غادي تجيبيه؟ شنو هاد البلاصه كي دايره، هاد البلاصه كي دايره. واش عرفتي علاش انا كندير معاك هادشي كامل؟ واش عرفتي بانني انا مزعوط فيك وباغيك وغادي نتزوج بك؟ قلت لي واش حشمتي؟ كيفاش تزوج بيا؟ وبنت خالتي اشنو غادي تقول لها؟ مالكي؟ بنت خالتك راه بدارها بوليداتها، وانا من حقي انني نتزوج وحده وجوج وثلاثه، وما غادي خصك تاخير، غندير لك كاع داكشي اللي بغيتي. غادي الا تزوجت بك غندير لك حتى انت الدار بحالها، ما غاديش تبقاي تخدمي على حتى شي حد، غندير لك الخدامه هما اللي غيخدموا عليك. المهم هذاك السيد غادي معايا في الطريق، وهو يا كيعمر ليا في السوارج، يعني في السوارج ديال بصح هو كيعمرهم ليا. وانا غير كنقول ليه اها وهادي اها وديك، وانا فرحانه في الداخل ديالي حينتاش كنسجلو الصوت ديالو هذاك اللي غادي يتسجل، باش حتى لا جاب الله شي نهار شكيت ولا شي حاجه يكون عندي الدليل باش نهضر. حيتاش واخا نشكي واخا نهضر حتى واحد ما غادي يطيقني، وحتى يقدر شي واحد يقول لي يا سكتي الشماتة، راه انت اللي دخلتي ليهم ولا انت اللي بغيتي انك تخربي دار بنت خالتك. انا ما كيهمنيش وما عمرو غيهمني، لاني انا اهم حاجة عندي هي انني نكمل قرايتي وبغيت نخدم ونعاون عائلتي. لحد الان انا ما كنفكرش في الزواج، وما عمرني غادي نفكر انني نخون واحد الانسانة اللي هي اصلا زوينة. بنت خالتي ماشي كنشكرها لكم، انما هي من اطيب خلق الله، وحتى الطريقه باش كتعامل معاه والطريقه باش كتحترمه كتعجبني، لان هي ديما مسكينه دايره ليه الشان وديما مكبره بيه، وهو تيهضر وانا تنقول في خاطري ياك الشماته ياك المراه مسكينه ما كتخلي ما دير على ودك. ونتايا عندك التفكير ديالك وعندك التصرفات ديالك، وعلم الله شنو كدير اخر من وراها. هادشي غير اللي بان ليا انايا، علم الله شنو كاين اخر من زعما الوقت اللي ما نكونش انا، علم الله شنو كدير. انا فرحانه كنسمع هضرته، حينتاش انا كنسجل فيه، حيت انا عارفه الا جاب الله وكاع قلتها لشي حد ولا شي حاجه، حيت حتى واحد ما غادي يطيقني بانه هو كيدير معايا هاد الشيء. حيت هو كيبان ملاك عند العائله، اللي خاصه شي حاجه كيعطيها ليه، اللي مريض كيعطيه، حيت هو تيكفر على ذنوبه بهاد الفعايل اللي كيدير. هذاك الشيء علاش كيصدق بهذيك الطريقه. عاد تاكدت هذاك الشيء اللي كيدير بان راه غير كيكفر على هاد الشيء اللي كيدير. المهم انا ما بغيتش نخرج على حياة بنت خالتي من حتى شي ناحيه، لا من ناحيه ديالي زعما انني ندخل ليها حياتها، ولا من ناحيه ديال انني نفضحو ونقول للناس ها شنو كيسوى شنو كيسوى، ها شنو دار ليا في ديك السيمانه اللي دوزت معاهم. السيمانه ما دازت الا وربي غفر ليا فيها كاع دوك الذنوب اللي انا عارفه راسي درتهم. السيمانه دوزتها بحال الا دوزت عام معاهم. لا في النفسيه ديالي ومرت وكل شيء. ملي دازت هذيك العطله انا مشيت في حالي، رجعت لقرايتي. من القرايه وليت كنمشي لدارنا، ما بقيتش كنمشي عندهم. كتعيط عليا بنت خالتي كنبقى نعطيها في الاعذار، كل مره كنعطيها شي عذر باش انني ما نمشيش عندها لدارها.
وليت كنمشي من تما للمدرسة ومن المدرسة لدارنا حتى كمل العام. ومشيت لداري، لدارنا عند والديا. ملي همايا دازت ديك المدة اللي جلسو هنايا في المغرب، فاش بغاو يمشيو عيطات ليا خالتي اللي هي امها، قالت لي هانتي دوزي عند فلانة، جيبي عندها الساروت ديال دارها، راه كتجمع الدار باش غادي تمشي، جيبي لي عندها الساروت ديال دارها باش نبقاو نسيقوا ليها الدار ملي ما تكونش ونطلعوا عليها في الوقيته اللي ما تكونش، حيت هي مشات عند دارهم صافي. انا عيطت على بنت خالتي قلت لها نهاراش غادي نجي عندك باش ناخذ الساروت اللي غادي تخلي لماماك. قالت لي صافي، ملي غادي نسالي الدار كامله وغادي نجمع كلشي غادي نعيط عليك باش تجي تدي الساروت. صافي انا بقيت كنمشي لمدرستي عاديه، ما بقيتش صافي ما بقيتش مشيت عندهم. حتى لواحد النهار كنتفاجئ بان هذاك الشماته جالس في واحد القهوه مقابله مع المدرسه اللي انا كنقرا فيها. كيف خرجت من المدرسة باش نركب في النقل المدرسي حتى كنلقاه جالس في هذيك القهوة ومقابل معايا. غير شافني هو ينقص دغيا ناض خلص ديك القهيوة وجاي كيجري عندي وانا غير هو جاي ويبان لي النقل المدرسي وانا نطلع عليه ما هضرتش معاه. غد الليل تاني نفس الطريقة، ملي شفتو بحال هكاك ولا كل نهار كيجي يجلس ليا في هذيك القهوة، كل نهار كيجي يتقابل معايا. خرجت انا وواحد البنت معايا، وليت كندي معايا واحد البنت كيعيط عليا وفلانه وفلانه وفلانه. كتقولي هذيك البنت شوفي راه هذاك السيد كيعيط عليك. كنقولها صافي غير سكتي وتبعيني. قلت لهذيك البنت صافي غير سكتي وتبعيني. طلعنا انا وياها للنقل المدرسي حيت كنطلعوا نجلسوا تمايا حتى كتوصل الوقت اللي غادي نمشيو. تقريبا كنجلسوا في واحد 10 دقائق ولا تركاع 20 دقيقه بين ما وصلت الوقت حيت كنمشيو باش ما نبقاوش جالسين على برا. كنبقاو جالسين في هذاك النقل المدرسي حتى كيتجمع كلشي عاد كنمشيو. راكم عارفين النقل المدرسي ديال الباديه كي تيكون. حنايا البنات ملي كنخرجوا من الليسي ضروري ما كنطلعوا نجلسوا فيه حتى كيخرج كلشي باش يجمعنا، وداكشي اللي كاين. ولا كل نهار كيجلس ليا تما باش كيتقابل معايا معاش كنطلع للنقل المدرسي ومعاش كنخرج. انا كل نهار كندي معايا البنت، غير كتكون معايا غدا البنت كيعيط عليا. كدور ديك البنت كتقول شوف واحد الراجل راه كيعيط عليك. كنقول لها منين جاتو الراجل غير الشمعة هذاك غير زيدي. ملي شفتو ولا عيق عليا بزاف ما بقيتش كنخرج معايا غير دريه وحده، وليت كنخرج معايا الدريات هما يا البنات باش كنجي وسط منهم كنوليو حنا 5 6 كنتسناو من حدا استراحه كنتجمعوا كاملين باش نطلعوا للنقل المدرسي باش ما نطوفش جهته ولا نجلس حداه ولا حتى يشوفني ولا نشوفه. وقت ما جيت ندخل المدرسه كنلقاه ديما جالس ليا حدا ليسي، ديما جايب الطوموبيل ديالو وموقفها تما كيتسنى امتى غادي نخرج ولا امتى غادي نعطيه الوقت باش نهضر معاه. ولكن انا ما عمرني ما عطيته الوقت ولا عمرني غادي نهضر معاه ولا عمرني مازال غادي نفكر حتى انني نعطيه الوقت. المهم البنات انا ساليت لكم القصه ديالي، نتمنى انكم تعطيوني الاراء ديالكم وتقولي لي هذاك راه دابا داز عام وداك التسجيل راه باقي عندي اشنو غادي ندير بيه، واش نفضحو ولا لا؟ حيتاش هو راه مازال كيتبعني مازال كيدور بيا. حتى وانا دابا في دارنا راه كان واحد العرس وجاو ليه حضروا فيه، راه دار فيا عاوتاني وتقرب ليا عاوتاني. ولكن انا عمرني ما غادي نخسر لبنت خالتي حياتها ولا عمرني غادي نفكر فيه. واخا يكون زوين واخا يكون لاباس عليه واخا يكون كيف ما بغى يكون. واش الا وريت داك التسجيل لبنت خالتي غادي ندير لهم مشكل في حياتهم، ولا الا وريته لشي حد اخر، ولا نخبيه صافي ونسكت ونمشي نعيش حياتي كيفني ديما مولفه. انا من داك النوع اللي ما كيهضرش ما كيشكي لحد. انا مصاحبه مع راسي، ما عندي صحابات حدهم من المدرسه صافي باش نعاود لهم اسراري ولا نعاود لهم حياتي ما كنعاودهم لتا شي حد. انا كتبت لكم هاد السطوره باش نتوما تعطيوني الراي ديالكم، واش هذاك الفيديو نمحيه ولا نواجهو به هوايا نهددو به هوايا باش ما بقاش يقرب ليا، ولا نوريه لبنت خالتي. ولكن خفت من ردة الفعل ديالها وخفت انني نصدمها
بالاخص انني شفتها كي تتعاملوا. المهم البنات، هذه هي القصة ديال الأخت. نتمنى أنكم تفاعلوا معها وتعطيونا الآراء ديالكم فيها، وقولي ليها الرأي اللي طلبتكم فيه، أشنو غادي دير. واش أنها تواجهه هو، إما ماشي بنت خالتها، تواجهه هو تقول لي هانتا، هانا سجلتك، راهي لا ما بعتي مني، هادشي غادي نوريه الوالدية ولا غادي نوريه لمرتك، باش ما بقاش يطوف جهتها، ما يبقاش يتبعها، ما يبقاش يولي بحال الضل ديالها. نتمنى هاد القصة انكم تفاعلوا معها وتنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوناش في التعليق ديالكم الا وصلتوا حتى لهنايا. خليكم في امان الله وحفظه، الى القصة القادمة ان شاء الله يا ربي.